السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواش مبروكة، نتمنى تكونوا في أحسن الحالات وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نبداو كيف ما العادة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا معايا تحضيرات العيد الفطر المبارك ان شاء الله كتفصلنا عليه غير ساعات، ما نقولوش ايام وانما ساعات. فانا هذا الفيديو هذا قديته الليله ديال العيد وغادي نحطو لكم، راكم عارفين مع المونتاج وداك الشيء تقدر يعني يوصل نهار العيد ان شاء الله. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد. هنا بديت كندير التحضيرات واللي كديرهم اي سيده في البيت ديالها، من بينهم تحضير الحلوى ديال العيد. هنا فضلت انني ندير حلوى ريشبوند لانها محبوبه الجماهير ولانها اقتصاديه وبمكونات كتواجد في اي بيت. هنا درت جوج بيضات كيف ما شفتوا معايا، وضفت ليهم كاس ديال السكر سنيده وكنخلطهم مزيان بالخلاط اليدوي. انا درت القشور ديال الليمون، كيف ما تقدروا ديروا حتى ديال الحامض، عرفتوا كتجي واحد النكهه يا سلام. فانا كنفضل الليمون، النكهه ديالو كتعجبني هكا في حلوه ريشبوند، خاصه اننا غادي نديرو في الكونفيتير، والمذاق ديال الليمون كيتواتى هكا مع المذاق ديال الكونفيتير ديال المشماش. هنا ضفنا كاس ديال الزيت وخميره وحده ديال الحلوى، والدقيق خصو يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. صافي هنا بدينا كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه وحنا كنخلطوا مزيان حتى غنحصلوا على داك القوام اللي هو غيكون هكا رطب وفي نفس الوقت يعني يكون شاد راسو. ما خصش تكون هكا العجينه ديالنا مرخوفه بزاف، وميمطو ما خصهاش تكون عاوتاني قاصحه بزاف، يعني عندنا ميزاننا وصافي. صافي انا كنكمل معاكم، راه كندخل الدقيق هكايا في العجين ديالي يعني حتى تحصلت على هذا القوام اللي كما كتشوفوا معايا هنا. خديت اللاطه اللي دهنتها بالزيت، وفي هذا الاثناء كنكونوا شاعلين على الفران ديالنا وناقصين عليه باش هكا يسخن، وبديت كنشكل كرات اللي كيكونوا في نفس الحجم. فهاد العجينه ديالي غنخرج منها جوج شكيلات. الشكل الاول هو حلوه ريشبوند اللي كندير هكا كرات اللي كيكونوا في نفس الحجم، وغادي ندوزهم هكا في الكونفيتير من بعد والكوك، وغادي نلصقهم مع بعضياتهم. وكرات اللي كيكونوا كبارين بحال هكا كناخذوا هكا القطاعه ديال الشباكيه اولا شي حاجه اللي تصلح لهذا الغرض، وكندوزو كندير لهم هكا هذيك الحفيره هكا في الوسط، باش من بعد ان شاء الله غادي نزينو وغادي نعمروا ديك الحفيره هكا انا عمرتها بالكونفيتير ديال المشماش، ونقدروا نديروا الكراميل، كيف ما نقدروا نديروا الشوكولات، كيف ما نقدروا نديروا بزاف ديال الحويجات. هنا درت اللاطه ديالي في الفران كيف ما شفتوا معايا، ورجعت معكم باش نقادوا الكيك. ضروري من الكيك. هنا غنحتاج 3 ديال البيضات، وغادي نحتاج ايضا واحد الكاس ديال السكر سنيده، يعني الكيك اللي هو عادي وصافي. غنخوي سنيده على البيض كيف ما شفتوا معايا هنا، وغنضيف واحد الساشي ديال الفاني. هنا ما عنديش البريز قريب، غادي نهز هاد الكاس هذا وغادي نخلط كلشي بالميكسور مزيان حتى كيتميكسا ليا داك الخليط، وغادي نردو لكم هنايا. خويته في واحد البول كيف ما شفتوا معايا هنا، وغادي ندوز ناخذ ايضا الخلاط ديالي اليدوي وغادي نكمل. هنا غندير الزيت. بالنسبه للكاس ديال الزيت كنضيفوه بالتدريج، ما نضيفوش دقه واحده، كل مره كنضيفو شي شويه وحنا كنخلطوا بطبيعه الحال حتى كيتخلط ديك الزيت مع باقي المكونات. وغادي ندوزو نكملوا الكيك ديالنا اليوم. انا بغيت نستغل الفرصه قبل هنا بالنسبه للكاس ديال الحليب كنديروا فيه شي كيكون دافي بحال يعني بدرجه حراره المطبخ، ونديروا فيه واحد المعلقه ديال الخل باش كتعطينا ديك الفشفاشه. انا كيف ما قلت لكم بغيت نستغل الفرصه ونضرب عصفورين بحجر، بما انني درت الحلوى والفران مشعول وسخون وداكشي، قلت غادي نضيف حتى الكيك حتى هو باش هكا نقادو حتى هو في نفس الوقت، باش هكا حتى هو ندخلو للفران في ديك السخونيه ديال الفران ويوجد كلشي دقه واحده. هنا راه قبل الفطور راني استغليت هاد الوقيته هادي ودزت كنقاد الحلوى وكنقاد حتى الكيك. هنا بالنسبه للدقيق درت 2 كيسان ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا، وهنا زدت واحد النصيص. هنا بالنسبه للكيك على حسب كل وحده شحال تقدر تاخذ ليها على حساب يعني السوائل اللي كنكونوا درنا فيه. هنا درت واحد 2 ديال الاكياس ديال الخميره الحلوى، 8 غرام صافي، وكنخلطو مزيان بالخلاط اليدوي كيف ما شفتوا معايا حتى كنتحصلوا على الخليط اللي كيكون بحال هذا الشكل هذا. وهنا درتو في اللاطه في هذه اللاطه هذه، وغادي ندوز ندخلو للفران. وهنا الحلوى ديالي واجده كيف ما قلت لكم، استغليت الفرصه خرجت الحلوى دخلت الكيك، يعني ما نضيعوش الوقت نهائيا. الحلوى ديالي هي هذه ما خليتهاش تحمر بزاف كيف ما شفتوا، ولكن راها طايبه ومن التحت هكا خدات ديك الحموريه اللي خصها تكون. هنا خديت واحد البول وخديت الكونفيتير ديال المشماش اللي خاص بالحلوى، خويته وزدت عليه الماء ديال الزهر اللي كينسم لينا، وميم طو راه كيجري لينا شويه داك الكونفيتير. تقدروا تدفيو شي شويه اولا تسخنوه،
انا ما سخنتوش، اكتفيت به غير هكاك. خديت بول واحد اخر حطيت فيه الكوك كيف ما كتشوفوا معايا هنا. فحلوه ريشبوند غنيه عن التعريف، محبوبه الجماهير، ما كاينش اللي ما كيديرهاش، وسهله وفي متناول الجميع. صافي هنا غندوز نشكل اولا نلصق معكم حلوه ريشبوند كيف ما كتشوفوا معايا هنا. انا بالنسبه ليا ما كثرتش بزاف، درت كيف ما قلت لكم عجينه اللي كان فيها غير كاس يعني كاس زيت، كاس سنيده وجوج بيضات وداك الشيء. عطاتني هاد الكونتيتي هادي اللي كانت مزيانه بالنسبه ليا. وصافي هنا بديت كان بواحد المعلقه كنحرك مزيان، درت كلشي دقه واحده باش بلا ما نبقى نهز ونحط. وغادي دابا غادي ندوزهم هكايا في الكوك. كيف ما قلت لكم الكوك حاولوا تاخذوا الكوك اللي كيكون هكايا الكاليتي ديالو شويه زوينه، لحقاش الكوك اللي انا كنلاحظوا مؤخرا بانه ما بقاش كيف ما كان شحال هادي. شحال هادي كان الكوك بواحد الجوده راه زوينه بزاف، العكس ديال هاد الايامات هادو اللي كناخذوا شي مرات الكوك وما كيكونش بديك الكاليتي. هنا من بعد ما قاديت حلوه ريشبوند هي هادي، يعني صافي ساليتها زينتها. وغادي ندوز نجبد الكيك ديالي اللي هو هذا حتى هو راه واجد، بقى لي غير التزيين ديالو. دابا غادي ندوز نقاد معكم الحلوه، الشكل الثاني ديال الحلوه اللي ما نحتاجوش فيه الفران نهائيا. هنا كناخذوا البسكوي، اي بسكوي نتوما كتفضلوه، انا خديت هذا الشكل هذا. كنحطوا الهاشوار ديالنا وكندوزو كنحطوا البسكوي في وسط من الهاشوار باش غادي نطحنوه او نخلطوه مزيان، نطحنوه مزيان بالهاشوار. واليوم الحلوه ديال اليوم اولا هذا الشكل هذا اللي نخرج منه حتى هو جوج شكيلات، فانا درت 4 الشكيلات عفوا في الطوطال. جوج درتهم في الفران وجوج ما يحتاجش غيمشيو غير للثلاجه كيف ما قلت لكم، باش هكا كنكسبوا شويه ديال الوقت اللي ما كيكونش عندنا في هذا الاخر. صافي هنا من بعد ما داك البسكويت طحن غنحطو جانبا، وغادي ندوز الكاوكاو اللي حمرته حتى هو وحيت له ديك القشره، وغادي ندوز نحطو في الهاشوار وغادي نطحنو حتى هو. غير هو ما غنطحنوش بزاف، يعني ما غيجيش غبره اولا بودره، غيبقى شي شويه هكايا مهرمش. المهم نهرمشوه مزيان. صافي من بعد ما غنهرمشو غادي ندوز نزيدو على داك البسكوي باش هكا غادي نتحصلوا على واحد الخليط اللي فيه كيف ما قلت لكم الكاوكاو مع البسكوي اللي نقدروا نديرو حتى اللوز الا كان يعني ديروا حتى اللوز هو كيجي مزيان. فانا اكتفيت غير بهاد جوج ديال المكونات. الصراحه عطاني واحد الكونتيتي اللي هي كثيره. كيف ما شفتوا معايا نص كيلو ديال الكاوكاو مع ديك الباكيه ديال البسكوي. هنا ضفت العسل. كان العسل راه كنضيفو شويه بشويه، ما يمكنلناش نضيفو كلشي دقه واحده، ما كنعرفوش شحال تقدر تاخذ معانا. فانا بديت كندير كل مره كنزيد شويه حتى تحصلت على واحد الخليط اللي هو هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوز نشكل واحد الكرات اللي كيكونوا هكايا في نفس القياس وغادي نحطهم في واحد البلاطو. هنا فاش تكونوا كديروا هذه المرحله هذه ربما مع العسل غيبدا يتلصق لكم في اليدين، استعنوا بالماء ديال الزهر، حطوه مع هكا في شي زليفه وبقاو تفزقوا يديكم. صافي هنا من بعد ما شكلت الكرات كاملين كيف ما شفتوا معايا غادي ندوز ناخذ الشوكولا الكحله. بالنسبه للشوكولات كنكونوا درناه في حمام مريم باش هكا كندوبوه. وهنا بديت كنحط دوك الكرات في داك الخليط ديال الشوكولات، وانا كنستعن بالفرشيطه كيف ما كتشوفوا معايا هنا وكنحطهم في واحد البلاطو هكايا وكنكمل العمليه حتى غنسالي الكميه اللي عندي. صافي هنا كناخذ الكويغطات اللي حتى هما في اللون الاسود وكنحط دوك الكرات كيجيو على هذا الشكل ديالهم كيجي انيق الصراحه، وعاد المذاق راه ما نقول لكمش. هادو جوج ديال انواع الحلوى اللي غنقدم معكم اليوم، اللي من بينهم هذه وحده غنديروها حتى بالشوكولاط البيض. بالنسبه للشكل اللي تا هو بالشوكولاط البيض فمبارطاجيتوش معكم، نفس العمليه كتكرر وصافي. من بعد ما كنديروا الشوكولاط البيض في حمام مريم كنديروا نفس العمليه وكناخذوا كويغطات هما في البيض وكنحطوا فيهم هكايا الكرات ديالنا. الحلوه ديالي كانت هي هذه اللي قاديت معكم، 4 ديال الشكيلات، جوج في الفران جوج في الثلاجه. حصلت على جوج بلاطوات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. الحلوه ديالي اولا الكيكه ديالي هي هذه، بعد ما قديتها بشويه ديال الكيوي مع شويه ديال الفرومبواز مع شويه ديال الفريز كانوا عندي هكايا في الثلاجه، استغليت الفرصه وخرجت منهم هذا الشكل هذا. هذا الشيء كله غتشوفوه في المائده ديالي ديال العيد. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.